السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني جدا جدا من الفيديو اللي فات لفيديو النهارده بقى نعمل مع بعض كده مكرونة سريعة 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 كده، وبطريقة جديدة جدا وجميلة وهتعجبكم قوي قوي. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. يلا بينا كده يا حبايبي. بقى هنعمل مكرونة سريعة جدا جدا. حطيت معلقة زيت ومعلقة سمنة اهم الاتنين على بعض، وهروح اجيب بقى مكرونة اهو يا حبايبي. جبت نص الكمية، يعني انا جايبة نص كيلو مكرونة عشان اعملها على السريع كده. فانا قلت لو انت مستعجله تعملي ازاي مكرونه على السريع وتبقى جميله وتحفه. اهو هعملها محمره، هحمر نصها اللي هي اسمها حبه وحبه، جميله جدا احنا بنحبها هنا في بيتنا. اهي انا حطيت نصها، انا جايبه نص كيلو، حطيت قيمه ربع كيلو، وربع الكيلو التاني شايلاه اهو هحطه تاني بس لما احمرها. اهو انا معاكي واحده واحده. اهو يا حبايبي ايدي فيها على طول علشان ما تبقاش حبايه غامقه وحبايه فاتحه، عشان كلها تبقى لون واحد وجميله كده. طبعا انا حاطه ميه بتغلي في الكاتل، لازم دي بقى تحط لها ميه سخنه بتغلي. وبكده يا حبايبي يا حبايبي يكون وصلت للون اللي انا عايزاه اهو، وكلها لون واحد، ولا في واحده كده ولا واحده كده. اهو حاطه بقى جزء المكرونه التاني اهو، بقيتها معاكي اهو واحده واحده عشان تطلع معاكي ناجحه من اول مره. واقلبها كده. طبعا بقى انا مجهزه شويه صلصه وشويه قوطه، هجيبهم بقى الاول احطهم اهو يا حبايبي. حطيت طماطمتين كده كنت ضربهم في الخلاط اهو. طبعا مش هستكفى كده، اقوم حاطه برضو معلقتين كده 3 صلصه اهو، واقلبها واحط الميه السخنه اللي انا حطاها من الكتل. وكده اهو يا حبايبي حطيت الميه المغليه، هروح غليت بسرعه ازاي، مملهاش قوي، يا دوبك حاجات بسيطه. انا هحط سنه كمان، وهحط مكعب ماجي، وهحط لها شويه فلفل وشويه كمون. انا هحط الحاجات دي بقى وارجع لكم عشان بس ايه ماسكه الموبايل. هتعملي ايه تاني يا بطول؟ هعمل بتنجان مخلل بس هقليه، بتنجان مقلي كده مخلل جنب شويه المكرونه وشويه سلطه كده حلوين اهو. مش عشان ما عنديش خضره او خيار مش هعرف اعمل سلطه، لا، جزرايه وخيارايه وبصلايه وطماطمتين هتعملي احلى سلطه. ولو عايزاها مش هتشطه هتجيبي لها قرن فلفل شطه اهو. يلا نشوف هنعمل البتنجان والسلطه دي، يلا بينا. كده بقى يا حبايبي بعد ما غسلت البتنجان لازم اغسله، اقوم ماسكاه بقى شقاه كده بالسكينه، هتشقي كده او بالشوكه اهو، وتقوم حاطاه في الطاسه. انا بعمل كده قدامكم عشان انا ماسكه الموبايل اهو يا حبايبي. تشقيها كده وتحطيها، هعمل بقى كده واروح احطه في الطاسه اهو يا حبايبي. بعد ما عملته بالشوكه او بالسكينه خرمته حطيته اهو في الطاسه. لازم انا اغطي عليه، هجيب حاجه دلوقتي اغطي عليه ماشي. بس الاول هنا نبص على المكرونه بتاعتنا اهي الجميله اهي يا جماعه، وبالهنا والشفا، وسريعه جدا اهي، ومفرفره عشان ما حدش يقول دي معجنه اهي، مفرفره هي وجميله اهي. متنسيش لو عجبك الفيديو بتاعي اشتركي معايا واكتبي لي ايه كومنت حلو كده من القلب، اشتركي معايا اهو يا حبايبي. جبت بقى الصلايه بتاعتي وقشرت فيها فصين 3 تومه هما توم، ومعايا قرن فلفل رومي عشان احنا ما بنحبهاش مشطشطه، ومعايا قرنين رومي وهخرطهم فيها، ومعايا ليمونايه. وده البتنجان بتاعي اهو انا قليته وطلع اهو. هقطع بقى البتنجان الفلفل، واحط ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه وسنه شطه حمر بس، واروح ادقهم اهو يا حبايبي. بعد ما دقيتها ونعمتها احط لها بقى معلقه خل ابيض عادي، ونص ليمونه اهي، الليمونه قطعتها احطها فيها اعصرها اهي. وادي الجزء التاني
لا ما تجيبش، خد ما تجيبش بتوقع، تعال. بعديها بقى اقوم حاشيه الايه، البتنجان. بس كده اهو يا حبايبي، عبيت البتنجان اهو فتحته وعبيته الدقه اللي انا وريتها لكم ده، بس انا عشان مستعجله عملته بسرعه. وادي طبق السلطه اهو، بشرت الجزره والبصله والتومه اهي. اغرف بقى المكرونه. وكده يا جماعه يكون غرفنا الاكل بتاعنا الجميل والمكرونه السريعه اهو. متنسيش لو عجبك الفيديو بتاعي اشتركي معايا في القناه وتدعميني واكتبي لي كومنت حلو كده من القلب. باي باي.